اهلا بيكم، يا رب تكونوا بخير. برامج الايديت بقت بينها منافسه جامده في استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي، وكل شركه بقت بتعلي على التانية. وفيديو النهارده هيكون من سلسله تجارب البرامج، وهنجرب مع بعض ادوات الذكاء الاصطناعي في برنامج ايديت ميكر. بس قبل ما نبدا خلينا نعمل لايك وشير، ويلا بينا نبدا. تقدر تنزل البرنامج من الموقع الرسمي، وهسيب لك رابط الموقع في الوصف. هتنزل البرنامج وتثبته، والتثبيت سهل مفيهوش اي مشكله. هيفتح معانا بالواجهه ديت. البرنامج اصلا برنامج مونتاج، بس في التحديث الاخير ضافوا ليه مجموعه من ادوات الذكاء الاصطناعي، واحنا كنا شرحنا البرنامج في فيديو قبل كده، وهسيبه لك في الوصف. بس في الفيديو ده هنجرب ادوات الذكاء الاصطناعي اللي ضافها البرنامج. وادوات الذكاء الاصطناعي اللي ضافها البرنامج هتلاقيها في الجزء ده. مثلا التكست تو سبيتش، اللي هو تحويل الكلام لصوت، بس بيكون صوت احترافي اكتر، مش زي المواقع اللي جربناها قبل كده. وكمان بيدعم اللغه العربيه. فتعالوا نجرب الاداه دي مع بعض. هنضغط على تكست تو سبيتش، هيفتح لنا الواجهه ديت. الادوات اللي هنستخدمها هتكون في الجزء اللي على اليمين. اول حاجه هنعملها هنختار اللغه اللي هنشتغل بيها، وهنضغط هنا عشان نختار اللغه بالشكل ده. مثلا خلينا نختار العربي. بعد كده من الشريط اللي فوق هنروح على تكست عشان اكتب الكلام اللي انا عاوز احوله لصوت. بعد كده هفتح السكريبت بتاعي وانسخ الكلام واحطه هنا. ويستحسن تنسخ جملة بجملة عشان يديك نتيجة افضل. بعد ما نسخنا الكلام اللي احنا عاوزين نحوله هنروح على تكست تو سبيتش، وهنلاقي عندي اصوات كتير بالشكل ده. فانت هتجرب وتختار الافضل بالنسبة لك. فمثلا خلينا نختار الصوت ده، وبعدين نضغط ستارت، وهيحول الكلام لصوت ومش هياخد وقت بالشكل ده. وهيحط لي الصوت في تايم لاين لوحده زي ما انت شايف عشان تقدر تتحكم فيه بعد كده. وتعالوا نشوف النتيجة. مقاومة الرطوبة والمياه. زي ما انت شايف النتيجة كويسة جدا، ومخارج الحروف برضو طالعة كويسة قريبة جدا من الطبيعي. لو عاوز تضيف جملة تانية او عاوز تضيف بقية السكريبت هنضغط على التكست، وبعدين هنمسح الكلام ده ونضيف الكلام اللي بعد كده بالشكل ده. وبعدين هنروح على تكست تو سبيتش ونختار الصوت المناسب. هيعمل لي الصوت ده في تايم لاين لوحده بالشكل ده، وتقدر تتحكم فيه زي ما انت عاوز. وتعالوا نشوف النتيجة. مقاومة النمل والحشرات. وهكذا هتكرر الخطوة دي كذا مرة لغاية ما تخلص السكريبت بتاعك. بعد كده تعالوا نجرب لغة تانية. مثلا خلينا نجرب الانجليزي. هنروح على تكست برضو، وهنضيف الكلام بس هيكون بالانجليزي المرة دي بالشكل ده. بعد كده هنروح على تكست تو سبيتش، وبعدين هنغير اللغة الانجليزي من هنا. بعد كده هنختار الشخصية المناسبة، وبعدين نضغط ستارت، وهيعمل لي الصوت بالشكل ده. Sound insulation doors are doors designed to prevent the transmission of sound from one place to another. These doors are important in places that require quiet. من الحاجات المهمة برضو اللي نادر تلاقيها في أي برنامج اللي هي السبتايتل ميكر، اللي هو الكتابة التلقائية على الفيديوهات. فهنضغط على سبتايتل ميكر وهيفتح لنا الواجهة ديت. هنضغط هنا عشان نضيف الفيديو اللي احنا عاوزين نكتب عليه بالشكل ده، مثلا وليكن الفيديو ده. بعد كده هنضغط على اوتو سبتايتل، وهو هيعمل لي السبتايتل تلقائيا بالشكل ده. زي ما انت شايف عمل لي السبتايتل وحطه لي في تايم لاين لوحده عشان اقدر اتحكم فيه برضه. بعد كده ممكن تتحكم في الكلام، تصغره او تكبره او تحط له باك جراوند مثلا من هنا. رابط البرنامج هتلاقيه في الوصف. طبعا البرنامج مدفوع. سلسلة تجارب البرامج في الأغلب بتكون البرامج مدفوعة، فلو هتستفيد من البرنامج في شغلك فممكن تشتريه، ولو مش هتشتريه ممكن تاخد فكرة عنه. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. وبس كده، في أمان الله.